الدنيا كلها قامت. النهارده كابتن في التدريب قبل ما نبدا ب3 ساعات. ايوه قاعدين مع بعض الساعه 1 وبدانا بعد صلاه ايوه، ورجوعه للنادي يوم عاديه جدا. ايه رجوعه؟ لا يا كابتن، رجوعه يعني انه يرجع من الاستاد على النادي ويقعد يعمل خطته وياخد بعضه، ما دي كفيله انها مشكله يا كابتن. ما فيش حاجه يا كابتن مجدي، والامور ماشيه الحمد لله رب العالمين في هدوء. خسرنا 3 نقاط. مش نهايه العالم يا كابتن اسماعيل. مش نهايه العالم. احنا كابتن حسن ما زال مصر والجهاز كله ان شاء الله السنه دي هيبقى في بطوله لنادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله في كل مباراه البدايه الحقيقيه من المباراه اللي جايه، والامور ماشيه عاديه جدا. بصراحه يا كابتن انتوا عندكم فرقه محترمه وفرقه تقيله. ينقص التجانس يا كابتن، التجانس والتوفيق بس. والتوفيق. احنا ادينا مباراه على مستوى عالي جدا. احنا من وجهه نظرنا كجهاز فني في بعض الاخطاء الفنيه اللي الكابتن اتكلم فيها النهارده وهيتكلم فيها بكره مع اللعيبه باستفاضه كبيره جدا. والامور الحمد لله رب العالمين بتتحسن. دخل علينا لعيبه مميزه جدا، لعيبه هتخش فورمه. الولاد اللي بره المعسكر الماتش اللي فات ممكن يكونوا موجودين يا كابتن مجدي. الامور ماشيه في سياقها. جمهور عظيم واقف ورانا. مظبوط. نادي الزمالك مش 4-5 هيخرجوني عن كده. شعوري او ان انا لا نادي الزمالك نادي كبير يا كابتن مجدي. مظبوط. الزمالك نادي كبير ولا يتاثر بخساره مباراه او بطوله، انما احنا في 22 مباراه ان شاء الله باذن الله. الدوري طويل، ده لسه بدري قوي يا كابتن اسماعيل. واللي يطمن يا كابتن مجدي ان مستوى الفرقه في تحسن. يعني في كوره بتتلعب للناس اللي باصه على نص الكوبايه المليان. في ناس بتبص على النص الفاضي دي براحتهم مع نفسهم، لكن احنا متماسكين جدا، مش عندنا مشكله. كل اللعيبه النهارده كانوا في التمرين ظهروا بمستوى عالي جدا، فتحنا الباب. طب طمنا عمرو زكي يا كابتن هينضم ليكم قريب في المباريات ولا ايه؟ ان شاء الله. هو امبارح يا كابتن في التمرينه اللي معانا عمرو حس بس بتقل في العضله الضمه، لان هو بيجي قبل التمرين بساعتين بيتمرن في الجيم. بيتمرن مع الدكتور عمرو المطراوي. فلما جه يدخل معانا امبارح حس بتقل، فانا اللي قلت له ريح عشان ما تزيدش. الحمد لله هو ماشي في فورمه. يعني ممكن يبقى جاهز للمباراه القادمه. ممكن على حسب رؤيه. طبعا الرؤيه الفنيه، ما عشان كده بنقول ممكن يبقى جاهز. احنا بنتكلم عن الجاهزيه. هو في حاله فنيه وبدنيه كويسه الحمد لله. النهارده يعني ادى التمرين كله على مستوى عالي جدا. ميدو مش هيلحق مباراه الاهلي. هيبقى في صعوبه، لكن يعني ان شاء الله على يوم راجع امتى يا كابتن؟ هو موجود هنا في مصر يا كابتن مجدي. يعني برضه الحاجات اللي معظم الناس بتفكر. لا مش بيقولوا راح انجلترا عشان لا هو موجود جوه مصر وبيكلمني كل يومين. بيكلمني. عمل برنامج تخسيس مع برنامج بدني. الحمد لله وصل لمرحله متقدمه جدا، وان شاء الله في خلال 6 ايام يكون موجود ان شاء الله. طيب قرار الصحفيين يا كابتن. انا دي نقطه برضه يا كابتن مجدي كويس ان انت كلمتني فيها. بحترمك جدا وبحترم كل ربنا يخليك يا كابتن. بيسعى ورا الخبر. يعني في ناس كتبت من غير ما تستفسر مني انا شخصيا، وانا مظبوط. لما اتكلمت انا رديت على طول. طبعا. وانت في الحقيقه بترد على طول وبتوضح في اي وقت على طول. انا تحت امر الاعلام المحترم في اي لحظه يا كابتن مجدي. ربنا يخليك كابتن. وضح لنا النقطه دي يا كابتن. النقطه ان احنا بس هيبقى في قفله في جزء تكتيكي احنا بنعمله، وده حقكم زي جميع فرق العالم. ده حقكم. احنا قبل المباراه بيوم احنا هنبقى قافلين، لان في شغل تكتيكي بيتعمل. مش مسموح ان اي حد يبقى موجود عشان ما يشوفش الشغل بتاعنا. انما بقيه الاسبوع يا كابتن مجدي احنا فاتحين، والنهارده الجمهور دخل. بالنسبه لجزء الصحفيين اخواتي كل يوم بنتقابل بعد التمرين بنص ساعه بعد ما اخد الدش وكده. عاملين لهم مكان مخصص يقعدوا معاكم. احنا حددنا الاوضه العلويه في المقصوره اللي انا كنت محددها لهم قبل كده، ان في اي وقت بدل ما المنظر برضو انا مش حابه ان الناس تبقى مستنيه بره. عيب. دول اخواتي برضو محترمين وبقدرهم جدا، وليهم دور كبير يا كابتن مجدي. صح يا كابتن. هم بيتعبوا وبيشقوا على المعلومه. مظبوط. لازم انا كاسماعيل يوسف وكنادي الزمالك بحترمهم جدا، وحددنا لهم اوضه جنب اوضه الكابتن حماده انور المدير الاداري. دي هتبقى ثابته بعد التمرين بنص ساعه. انا ببقى موجود وكابتن اسامه او كابتن ايمن كلنا بنبقى موجودين. اي استفسار ده كل يوم. وامبارح كانوا موجودين وقعدوا معايا. النهارده خرجت ما لقيتش حد. يعني ده جزء برضو
ممكن يكون ده نتيجة الخبر، يمكن نتيجة الخبر اللي نزل اللي مش صح ده. لا ما حصلش يا كابتن، هو هيحصل، لان معلومه برضو يا كابتن مجدي، أيوة. الاخوه الصحفيين اللي بيجوا لنا نادي الزمالك كلهم محترمين جدا، وكلهم علاقه من اول شهر 7 لحد دلوقتي معايا، والحمد لله رب العالمين على احسن ما يكون في الحق والعدل. يعني احنا المعلومه اللي بقولها من بقي بتنزل فعلا، ولا محرفه يمين ولا شمال، واحنا حريصين على كده عشان ما يبقاش فيه حد يندس في وسطهم. كابتن اسماعيل، انت طبعا لاعب محترم جدا، وايضا مدرب محترم، واخلاقك انا اشهد عليها انها اخلاق عاليه ورفيعه. انا بتمنى لك التوفيق، وبتمنى ان نادي الزمالك يستقر، وبرجو من القله، احنا عارفين الجماهير كلها معاكم، لكن برجو من القله انها تصبر، وانها